رحلتنا معه بدأت منذ طفولته. التقى بسيف الدولة وصلاح الدين الأيوبي وصقر قريش وابن خلدون. أثر وتأثر بهم. إنه الصعيدي والشامي وفي الوقت نفسه الثائر الفلسطيني أبو صالح والعائد إلى حيفا. تحولات كثيرة صنعها لنفسه وللآخرين. متنوع في عطائه كالفصول الأربعة، يقفز إلى قطار الزمن وجوازه يحمل أسماء من الماضي والحاضر، ليصبح الوقت معه ذكريات الزمن القادم. هو القادر على نسج شخصيات أدواره بخيط أبيض لتلمع كالثريا في أدوار العاشق والمحب والملتزم، وقد ينسجها بخيط الدم لتكون ثمرة الشر في حدائق الشيطان. يدخل التاريخ ليصبح صقر قريش وصلاح الدين وسيف الدولة وابن خلدون، فيصبح وجهه كل هذه الوجوه. بين كل هذه الأدوار وفي ضجيج الشهرة والأضواء كان هنالك نقاط تحول. سنستقصي ماذا كتبت في دهاليز الحياة عند الفنان جمال سليمان. الاسم جمال سليمان، مواليد دمشق 20 نوفمبر 1959، متزوج من رنا سلمان، لهما ولد واحد اسمه محمد. عام 1981 تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق قسم التمثيل بدرجة جيد جدا. بعام 1988 حصل على الماجستير في الدراسات المسرحية قسم الإخراج المسرحي من جامعة ليدز في بريطانيا. في رصيده العديد من البطولات والأدوار في الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية الناجحة. عام 1998 عين سفيرا لصندوق الأمم المتحدة للسكان. بعيدا عن الشخصيات التي لعب أدوارها، ندخل اليوم إلى منزل جمال سليمان لنستقصي معه نقاط التحول التي صنعت هذه الشخصية والتي لعبت هذه الأدوار. لكل شيء بداية، ومع زمن الطفولة يبدأ زمن التحولات. جمال، طبعا احنا سعداء جدا بوجودنا في منزلك الجديد، ومبروك على المنزل، ان شاء الله يكون الله يخليك منزل كله سعاده بوجود الضيف القادم والغالي محمد. جمال سليمان، تعتقد انه انت في وقت الطفوله مريت بنقاط تحول تتذكرها حتى هذه اللحظه؟ طبعا، يعني هو كان في نقاط تحول يعني واضحة بحياتي، وبعتقد انه بحياة كل جيلي، يعني حتى اللي اكبر مني، يعني بعقد من الزمن، الجيل الاكبر، في نقاط تحول بحياتنا كناس سوريين. على سبيل المثال حرب ال67. حرب ال67 انا بوعها، انا كنت طفل، يعني عمري حوالي 8 سنوات، وكنت ساكن يعني مع اهلي بالبيت اللي انا انخلقت فيه، بشارع اسمه شارع خالد بن الوليد. وهالشارع هو كان الشارع الوحيد اللي بيربط ما بين جنوب سوريا ودمشق وباقي القطر السوري. وبالتالي كل حركة الجيش السوري باتجاه الجبهة أو من الجبهة كانت عبر هذا الشارع. فجأة لقينا والدي بسرعة شديدة جاي وقف السيارة عند البيت، فنحن رقدنا، فتحنا له الباب، فوقف والدي وقال له بدرية، اسم والدتي بدرية، قال له بدرية نحن خسرنا الحرب والنيترا راحت، النيترا سقطت. كان صوت واطي بعد ولا كان لا، بصوت واطي. فأنا بتذكر كثير لحد الآن إنه والدتي ما حكت ولا كلمة، دارت تكمل الغسيل، بس الحقيقة إنه هرت دموعها فوق طشت الغسيل. فهي لحظة كانت من اللحظات يعني اللي ما بنساها بحياتي، وخلقت عندي يعني تحول كبير بوعي كطفل، وبنظرتي للدنيا، وبنظرتي لبلدي. في سنوات العمر يبقى النجاح يفتش عن أبواب السعادة فلا يجدها إلا في الحب الذي شكل في حياة الفنان جمال سليمان قيمة أساسية بنى عليها علاقته بالحياة. بين حب المهنة وحب المرأة تقاطع خاض تجربته جمال سليمان وشكل نقطة تحول مهمة في حياته.
طيب أبو محمد، خلنا نتكلم عن نقطة تحول مفصلية في حياتك، وهي زواجك من مدام رنا. يعني إلى أي مدى كان هذا الزواج مختلف، أو أنه يمكن أن نقول عليه أنه زواج تقليدي؟ أنت كيف تقرأ علاقتك مع مدام رنا خصوصا في بداية العلاقة قبل الزواج؟ لا طبعا هو كان نقطة تحول كبيرة بحياتي. أنا تزوجت نسبيا يعني بالنسبة لمجتمعاتنا العربية بوقت شوي متأخر. هاي الفترة اللي بدأت إني أشعر إنه أنا بدي أتزوج، بس أنا الحقيقة ما كنت عرفان بالضبط كيف ومين، لأنه أنا صعب إني أتزوج زواج تقليدي ابعت أمي تخطب لي طبعا. وبنفس الوقت كنت أشعر بخوف شديد إنه الإنسانة اللي التقيتها هي وكانت لطيفة معي ومعجبة فيني، أنا ما كنت أعرف إنه هي معجبة بالممثل اللي شافته بالشخصية الفلانية أو الشخصية الفلانية، ولا هي معجبة بالشخص اللي اسمه جمال سليمان، لأنه برات الشخصية أنا شخص آخر. فالمهم لحد ما يعني في مناسبة يعني عامة جمعتني برنا، وجلسنا على طاولة واحدة. فصار حديث. هلا بهذا الحديث أنا شعرت فعلا شعور غريب، إنه هي البنت اللي أنا لازم أتزوجها. طيب بقي معك هالهاجس يعني بعد انتهاء المناسبة كم يوم؟ لا بقي معي على طول. بس وين الموضوع الطريف؟ الموضوع الطريف إنه أنا فجأة شعرت حالي إنه أنا اخترت الإنساني اللي بقى صعب إنه أهلي يوافقوا إنه نتزوج، لأنه رنا كان أبوها وزير الإعلام آنذاك، وأنا كانت تربطني بشخص السيد الوزير علاقة جدا لطيفة، بس علاقة رسمية، علاقة كفنان مع وزير. طبعا نحن نتكلم عن وزير الإعلام الأسبق محمد سلمان، الدكتور محمد سلمان. فأنا شو عملت؟ رحت لعنده على الوزارة، قلت له لمدير مكتبه، بيعرفني مدير مكتبه، قلت له والله أنا بدي أشوف السيد الوزير. فقال له خليه يتفضل. فدخل رحب فيني، قلت له أنا بصراحة يعني شفت رنا وبصراحة كتير عجبتني. فهو طلع فيني هيك، هو اندهش هيك وابتسم، قال لي انسى هذا الموضوع، أنا ما رح أوافق على خطوة الآن، حوافق عليها بعد سنة. وخلال هالسنة هي بإمكانك تزورنا بالبيت، تعرفوا على بعض، وبعد هالسنة هي ترجع ونفتح الحديث مرة تانية. فلما مضيت سنة وأنا يعني زورهم بالبيت ونقعد أنا وعمي أبو الريم ومرت عمي ورنا وأخواتها ونحكي يعني أحاديث زوج أختها الدكتور نضال وهيك. وبعد سنة فعلا حصلت الخطوبة وحصل الزواج. طيب خلينا نتكلم أيضا عن تحول مهم جدا ومذهل في حياتك، وهو قد يكون هو التحول الأجمل، ولادة محمد. لما يعني صار في محمد بحياتي صرت حول فيك شيء آخر إلى إنسان آخر جدا. صرت بخاف على حالي كتير، مو من أجلي، من أجله. بحس إنه أنا لازم أحافظ على حياتي. طبعا هي دائما الأعمار بيد الله، بس قدر الإمكان لازم أحافظ على حياتي وحافظ على نفسي مشان ضل معه أطول وقت ممكن. يعني بحس إنه أنا لو رحلت عنه بوقت إنه لساته صغير يعني فيها شيء من الخيانة. يعني لأنه أنا الصبح لازم هو يفيقني، يعني لازم بضل لحد ما يفيقني، فأنا كل يوم الصبح بقضيه معه. فهي متعة يعني ما بعدها متعة، لما ببقى مسافر بفتقدها جدا. كانت تلك بعضا من نقاط التحول عند جمال سليمان، والآتي بعد الفاصل.